اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده فيديو جديد لينا وروتين معاكم بسيط. بس قبل ما نبدأ الكلام نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. امبارح حصل حادثة عندي بسيطة، يعني الحمد لله ان احنا كنا مش هنبقى موجودين في الدنيا، الحمد لله. بصوا يا جماعة، ده باسكت الزبالة عندي. ابني ربنا يحميه ويهديه يا رب. انا بس طلعت بالفيديو ده عشان افهمكم ان لازم تخلوا عينيكم على عيالكم، خلي بالكم من عيالكم على قد ما تقدروا، يعني ما تعملوش حاجه وقعدوا لعيالكم. انا ابني كان نايم، قال لي هخش الحمام يا ماما. دخل والحمام جنب المطبخ. دخل المطبخ لقى الولاعه محطوطه على ترابيزه المطبخ، ولع في كيس الزباله. ولع في كيس الزباله اول مره في حياته. يعني انا عندي رودينا وزيزو عمرهم ما عملوا حاجه زي كده. عمر اخته اللي اكبر دي روزي دي عمرها ما عملت كده. ولع في باسكت الزباله وكان جنبه الجاروف، فوق الجاروف زي ما انتوا شايفين كده. الزباله راحت كلت على طول، مسكت في الولاعه، مسكت في الزباله على طول. انا كنت نايمه، بس مش نايمه رايحه في النوم، شامه ريحه. المهم قمت ببص الاقي دخان. ابص جيت وقفت عند المطبخ هنا، ابص الاقي النار من هنا طالعه. انا حاطه باسكت الزباله هنا، النار طالعه لحد اقول لكم ايه المطبخ ايه. نار عاليه، وكل اللي جاي عليا ان انا افتح باب الشقه. انا في الدور الخامس، افتح باب الشقه عايزه اخرج عيالي من قلب الشقه. انا ما اعرفش كان ان هو اللي ولع كده. انا فاكره ماسك كهربا ببص في الديب فريزر في التلاجة، ببص بجري، مبقتش عارفه اعمل ايه. المهم رحت خرجتهم، وربنا الهمني. يعني عارفين انتوا ازازه ميه 2 لتر، النار عاليه قوي. اول ما حطيت لقيت عليت قوي. اول ما قلت يا رب يا رب ما تحرق قلبي على عيالي ولا عليا، لقيت لك النار هجت في نفس اللحظه. والله ازازه 2 لتر هي اللي طفت بيا النار. اللي انتوا يعني اقول لكم النار اللي انتوا ايه يعني دي بواقي النار. بصوا يا جماعه، بصوا الباسكت عامل ازاي. انا حابه بس النهارده اقول لكم خلي بالكم من عينيكم، يعني خلي بالكم على يعني عينيكم جامد قوي على عيالكم. انا من امبارح والله، وانا اقول لكم من امبارح وانا مش عارفه انام، وجايلي زي فقدت اعصابي بقى ان انا ايه. اول مره اشوف موقف زي كده، وكنت حاسه ان انا وعيالي الحمد لله، يعني اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله ان ابني الحمد لله ما فيهوش اي حاجه، وبنتي ما فيهاش اي حاجه، والحمد لله المطبخ ولا الشقه. اللهم لك الحمد. الواحد الحمد لله اللي ربنا يعني ميسر لنا الحال ان احنا ما يحصلناش حاجه. المهم النهارده بقى هنعمل مع بعضنا كده روتين بسيط، واشيل الحاجه دي وهرجع لكم. بصوا يا جماعه، احنا معانا كميه لحمه ان شاء الله باذن الله هنعملها النهارده بامر الله. احنا هنولع بس عليها لحمه صغيره مش هتاخد سوا، بس هنولع عليها بامر الله عقبال ما نفطر كده ونشوف هنقوم نعمل ايه تاني بامر الله. انا كنت جايباها امبارح بالليل، انا بحب انا اقطعها. تمام، هوريكم بقى شكلها. اهي اللحمه اللي معانا قطعتين كبار ما شاء الله. الكميه دي 8 كيلو بامر الله. هنعملها النهارده يعني ان شاء الله كده وجبات، ونطلعها لله بامر الله. ان ربنا نجاني انا وعيالي والحمد لله ان ما حصلناش حاجه، اللهم لك الحمد والشكر. هنعملها مع بعض وهنقطعها مع بعض بامر الله. هنفرش مع بعض نشمع عشان نقطع اللحمه. الصبح جايبين مشمعات جديده. بصوا يا جماعه، المشمعات دي انا اول مره استعملها الصراحه، بس كله بيشكر لي فيها.
بصوا يا جماعه، هنولع اول حاجه، هنعمل الميه الشوربه وغسله الحله، وهنقطع معاكم. انا ما بحبش الراجل يقطعها. بسم الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. بس الحته دي مش هنعمل بقى اي حاجه، هناخد حته صغيره للشوربه. اللحمه برضو ايه، انا جايباها سن، يعني ايه السن دي اللي بتبقى في الريش. انا بحب لحمه السن اكتر من الفخده. السكينه انا محميها لكنها مش محميه. بس هنقطع الكميه ايه ما شاء الله. هسني السكينه تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحب الحتت كبيره، مش بحبها صغيره. سلم عليهم يا رودي. ازيكم يا اصحابي؟ سلم عليهم يا زيزو. ازيكم يا اصحابي؟ زيزو مشاكل ده يا جماعه، اللي كان هيولع فينا. اللهم انا كنت احفظنا. قاعده اعيط. يلا انا كنت قاعده اعيط ربنا لحد يا رودي، امسكي معايا بقى، امسكي انت الحته كده وانا لا، شيلي ايديكي تحت شويه. انت هتروحي الميلاد؟ هحطهم هنا كلهم تحطهم هنا. حاسبي ايديكي بس، حاسبي ايديكي. هو مالها جاي، او ماله جايبها هنا كمان. هوبا، امسكها لك. ساعة قوي. مش كنت حاطاها جايباها من امبارح، جايبه كل حاجه الحمد لله من امبارح. بس كده يا رودي، لا بايد واحده، ايدك التانية يا رودينا، شيلي ايدك دي. هي ساقعه قوي. هقطعها كلها بامر الله وهرجع لكم. كده ما شاء الله خلصنا اللحمه كلها. هغسلها معاكم. واخدنا حتتين من الدهن بتاع اللحمه ده للشوربه. ما شاء الله. بصوا، هو في ناس بتقطع الكيلو على 8 حتت وفي على 10. انا ما بعرفش، انا بحب اجيبها سليمه، يعني دي حته على بعضها. وبحب انا اقطعها. دولت قطع يعني هيعملوا ان شاء الله 61 وجبه. دولت 61 قطعه يعني. ما شاء الله. القطعه كبيره، يعني انا بحبها كبيره ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. بحب القطعه تبقى كبيره، ما بحبش اقطعها صغيره. كده هيعملوا 61 قطعه بامر الله. هنغسلهم ونشوف هنعمل مع بعض ايه تاني بامر الله. هنغسل اللحمه هنا حلوه قوي. كذا مره انا عملت عليها ميه وهتبقى ممنوع. هننقعها بشويه خل عشان لو من مسكه الجزار لمسكه ايدينا. بشويه خل صغيرين. نسيبها كده لحد ما الميه بتاعت الشوربه تغلي. تمام. انا عامله هنا جزرايه وطماطمايه للشوربه، وهحط ورق لوري وحبهان، واحط جوز الطيب. هوريكم اللي احنا هنعملها يعني شوربه عشان هنسقي بيها العيش باذن الله. بصوا يا جماعه، احنا لما نكون عندنا كميه قطع محترمه وعايزين نعملها صلصه للمحشي او صلصه للتسبيكه للفته، بتجيبيها وتغسليها وتحطي لها شويه ميه وولعي عليها النار على طول. وبعد كده هوريكي الطريقه السهله ليها ان انت ما تتعبيش
وتعملي مجهود. انا عامله الاكل معاكم دلوقتي الساعه دلوقتي حوالي 12 او واحدة، وباذن الله هيطلع على الساعه مثلا 4 او 4 ونص بامر الله. بصوا يا جماعه الشوربه هنا غليت. معانا هنا طماطمتين وجزرايه هنحطهم. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هنا اللحمه هنحطها بامر الله. بس هنحط الكميه كلها ما شاء الله. هنشوف في مكان ولا هنعمل حله تانية. في مكان ان شاء الله. بصوا يا جماعه كده تمام. مش هنحط لها التوابل الا لما تاخد غلوه ونشيل الريم اللي بيبقى على الوش. هبقى معاكم واحده واحده بامر الله. تسلقي اللحمه ما بتتغطاش عليها عشان ما تعملش زفاره، يعني انتي بتسيبيها كده. لو غطيتي ما بتغطيش دلوقتي، لازم الاول كل الريم ده يطلع. والقوطه هنا ولعنا عليها عشان نعمل التسبيكه الصلصه بتاعت الفته بامر الله. بصوا معانا صاج كبير يا جماعه، ومعانا العيش. انا ما بجيبش عيش محمص، انا بجيب العيش بتاع بطاقه التموين ده وبقطعه، بيبقى احلى 100 مره من العيش المحمص، بحس ان بيبوظ بسرعه. هناخد كميه عيش معتبره هنحطها على صاجين وهنقطعها وهندخلها الفرن تتحمص بمعلقتين سمنه. انا ما كانش عندي زبده او سمنه، جبت الصراحه سمنه سايبه كيلو. تمام. هعمل بيه النهارده العيش بتاع الفته بامر الله. هقطع العيش بس ولا لا. وكده خلصنا كميه العيش دي كلها ما شاء الله. بصوا كده بجنيه ونص عيش. بصوا يا جماعه بجنيه ونص عيش بتاع الفرن بتاع على بطاقه التومين. عملنا الكميه دي كلها بسم الله ما شاء الله. وهنحط لها سمنه بيبقى احلى 100 مره والله من المحمص. وهندخلها الفرن وهوريكم شكله الايه لما بيطلع من الفرن. بحط له السمنه كده عشوائي وبعد كده بقلبه، بيطلع معاكي مقرمش وجميل وبسم الله ما شاء الله. بصوا كميه السمنه وبيبقى اطلع، يعني بيبقى اطعم 100 مره، اطعم 100 مره من المحمص التاني بيبقى بينش. ده بيبقى فيه يعني لحم كده وانتي بتاكلي كده بيبقى ما شاء الله، بيبقى طعمه احلى. لان انا بعمل له كمان طشه، هوريكم مع بعض باذن الله كل حاجه بامر الله. بصوا يا جماعه بس كده هدخله الفرن واوريكم شكله. كده يا جماعه هو ده اللي انا بقول لكم عليه، ان احنا ما نحطش التوابل لما نشيل الريم ده. ده الريم اللي انا بكلمكم عليه. هلمه كله بالشكل ده. دي اللي بتعمل زفارة وطعم وحش للحم، الريمة دي. بصوا شكلها، لازم تلميها كلها. كده يا جماعة
انا حاسه ان الحله صغيره، بس ايه، هتغلي كده هتبان. بصوا الشوربه كده ما شاء الله. تمام كده اهي. في الوقت ده هنحط بصلايه، ومعايا هنا ورق لوري سليم ومطحون، هو حبهان وحبهان سليم، ودي جوز الطيبه وجوز الطيب مطحونه، ومعلقه كبيره فلفل اسود وقرفه وجنزبيل. تمام كده يا جماعه، هم دولت التوابل اللي هتحطيها. لازم التوابل دي بتشلك اي زفاره، بس انا بطحن الحبهان وورق اللوري وبحطه سليم، يعني انا بحط سليم وبحط ايه، مطحون. تمام كده. الوقت ده ممكن تغطي على اللحمه عشان تعرفي تسويها. هنغطي عليها ونعمل حاجه تانية. كده القوطه على النار بتغلي، والعيش في الفرن، فاضل لنا الرز بس والصلصه. الصلصه كده كده انا هضربها قدامكم دلوقتي باذن الله. بصوا يا جماعه، الثوم ده انا عاملاه مفرزاه. بصوا بسم الله ما شاء الله ابيض ازاي. باخد منه، هفرز معاكم لو لنا عمر ان شاء الله. انا عندي توم بس هقشره وافرزه معاكم باذن الله. بصوا هنحط هنا توم، لان دي الطريقه اللي انا بقول لكم لو انتوا مثلا مستعجلين وما عملتوش القوطه بالطريقه اللي احنا عاديه، ان احنا نضرب في الخلاط ونحط التوم. لا، بطلع حبه توم كويسين، لان انا هعوز توم للصلصه وللعيش، يعني ممكن اعمل مرتين. تمام، ده هركنه كده، وهحط كزبره. احط كزبره ناشفه، ومعلقه سمنه. تمام، هنروح مع بعض على البوتاجاز. بصوا يا جماعه، الطريقه دي اللي انا بقول لكم عليها السهله. لو عندك الهاند برايد هتعملي كده القوطه كلها، واوريكي طريقه سهله قوي ان انت تعملي بيها التسبيكه او اي حاجه. بصوا في ثانيه القوطه خلصت. بصوا في ثانيه القوطه ما شاء الله خلصت. هنا بصوا يا جماعه، الطشه بناخد منها حاجه بسيطه جدا، حاجه بسيطه جدا، وهنحطها هنا على الشوربه. تمام، الخطوه دي بتبقى جامده، يعني بتعمل تركه جامده للحمه. تمام، وطعم ما شاء الله. بصوا يا جماعه، البصله هنا، لا مؤاخذه، التومه هشيل حبه منهم للعيش. كده احنا عملناها، احنا بنعمل الطشه بعد كده نحط القوطه عادي اهي، وحطينا لها سمنه، ونحط لها شويه زيت تاني، وهنحط لها توابلها فلفل اسود وبابريكا، هنحط شويه ملح محترمين عشان الكميه كتيره، وهنحط معانا معلقه بابريكا عشان لو ما عندكيش صلصه زي حالاتي كده، وبتحطي معلقه فلفل بس، مش هتحطي حاجه تاني. بصوا انا حاسه ان التومه قليله، انا هحطهم وهعمل للعيش. تمام، انا حاسه ان هي قليله على كميه الصلصه. تمام، هعمل انا للعيش دلوقتي تاني معاكم في الطاسه بامر الله. بصوا التومه دي احنا عملناها للعيش اللهم صل على سيدنا محمد، للحمه من فوق، بس مش هنحطها دلوقتي، مش هنحمرها دلوقتي، احنا بنجهزها وهنركنها.
بصوا احنا هنوزن مع بعض رز. هو فاضل كده الرز، ما فاضلش غير الرز. بصوا الرز اللي انا كنت جايباه معاكم المره اللي فاتت، بسم الله ما شاء الله، شايفين شكله. هنوزن مع بعض. الحله دي هتاخد 4 كيلو، دي 3. هنعمل 7 كيلو، لو عوزنا هنعمل تاني. ده كيلو. بصوا هنا يا جماعه 4 كيلو، تمام. هنعملهم وهنيجي ايه نشوف هنعمل ايه تاني. كده معانا الايه. بصوا يا جماعه العيش، انا عايزه اوريكم ايه. بصوا الخروشه بتجيبيه بتحمصيه في البيت، بيبقى احسن 100 مره. بصوا بصوا يا جماعه، بصوا ما شاء الله اهو. وهنحط له بعد كده التومه بتاعته، وهنظبط كل حاجه. بس تعالوا نعمل الرز الاول. بصوا يا جماعه، هنحط هنا زيت ل4 كيلو رز، يعني حاولي ان الرز يطلع مفلفل. وهنحط له سمنه، يعني هنحط ايه حته، يعني معلقتين ايه معتبرين. بصوا احنا كده خلصنا ما شاء الله. ادي الرز، ودي حله تانية رز، تمام. وهنا ما شاء الله حله اللحمه. هنقعد نعبي، بسم الله ما شاء الله. هنقعد دلوقتي نعبي. هنحط هنا، بصوا دي التومه اللي انا قلت لكم بعملها للعيش اهي، تمام. وهنخلي الباقي للوش. وهنحط الشوربه دلوقتي في المصفى هنا عشان الحبهان والقوطه. وهناخد الحاجات دي كلها ونقعد بره نعبي الحاجه كلها بامر الله بره. هنعبي مع بعض يا جماعه العلب. حطينا هنا. شاطره يا روزي. بصي هاتوا روزي، هاتي الغدايه كده وهي بتشوف تعبي. شاطره يا روزي. بس وانا عايزه بساعد ماما، تساعدني. وانا بساعد ماما في الطبقات. وزيزو عايز يساعدني. ربنا يهديك يا زيزو. بساعد ماما في الطبقات. ادعي لهم الهدى يا رب يا رب. ربنا يخليهم يا اخي، ربنا يخليهم يا رب. خلاص احنا عندنا العشاء بقى. هاتي يلا يا روزي. وش يا حبيبي. هاتي يا روزي. انا اصلا بحط روزي. كده. هاتي مش هتسيبي. تمام شايفين؟ نحط هنا. بصوا يا جماعه احنا كده عبينا معاكم العلب، تمام. هنوزعها بقى يا جماعه، وادعوا لنا ان ربنا ان شاء الله يتقبل مننا ويحمي اطفالنا. وتعالوا اتفضلوا معانا. يلا نقوم نشوف هنعمل ايه تاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عارفين